يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأصدقائي. طبعا طلب وإلحاح من كثير من الأصدقاء إنه أفحص هذا الطير باليد، الطير اللي فحصته، وإن شاء الله طلبهم مجاب. وهسه راح أفحصه وأتكلم لكم كذلك عن شهادته، ولكن شوي إحنا كنا يعني المرض أخذنا، الله عافاكم من كل الأمراض. هذا الطير إخواني وأصدقائي اللي هو حفيد مباشر لكرويف الخارق، كذلك حفيد مباشر للمعجزة ميراكل، كذلك داخل به 027 متقدم 027، وكذلك داخل به الليتل كتل. هسه اشرح لكم عن شهادته بعد ما نفحصه ان شاء الله. طبعا طير جاهز، يعني جاهز للتركيب. الطير صلاة على النبي يحمل مواصفات جدا عالية. هذا الطير صراحة يعني أنا أعتبره من الحمام جدا مميز اللي طلع عندي صراحة. قطعتين، قطعة أخوه نفس اللون يعني تشيني، قبل فترة يعني طويلة راح لأحد الأبطال. هذا قطعة ثانية، يعني هو نادر ما يذب هيجي قطعة، مع العلم أبوه طير تشيني اللي هو ابن كرويف. أغلب الأخوة والأصدقاء يسألون يعني إيش عجب طالع ابن كرويف تشيني. إخواني وأصدقائي أنتم تعرفون كل الزين، ماكو داعي يعني إحنا نطول بشرح أمور معروفة، إنه دائما تصليح اللون بالطير يصير بالأنثى، وهي أصلا العفو التركيبة يعني اللي تركب عليها، يعني كرويف الطيرة الجولدن ليدي 2. يا سبحان الله، الجولدن ليدي 2 ال44 هي طيرة عبارة عن دماء خالصة للطير المشهور 0-3، طير الأولمبيات. طير الأولمبيات انتم تعرفون به طير تشيني، وبالتالي هذا الطير يعني ذب على بيبيته من ناحية الآباء اللي هي ترجع ل0-3. صراحة طير يعني جاهز، طير عضل. طبعا هذا الطير يعني أنا حتى كتبت بالمنشور إنه هذا الطير جدا مميز، طير خشن ضخم. المهم خلينا نشوفه هنا إخواني وأصدقائي ابقوا وياي حتى راح أشرح لكم شوية عن شهادته. طبعا قبل الشرح عن الشهادة إخواني وأصدقائي، هذا أبو الطير اللي هو ابن كرويف مباشر من ظهره، مرفقة ويا الDNA للتأكيد. وهاي بنت الميراكل أم الطير. طبعا عندي هواي يعني طويرنيات وطيور كذلك مميزة، ولكن تكين فقط طبعا عندي، من ضمنهن هذا التك اللي هو تشيني على أبوه. مثل ما قلنا الأب ابن كرويف مباشر، ولكن ذبت ريشته على الجولدن ليدي 2، الطيرة المميزة اللي ترجع كل أصولها ودمائها ل0-3. حاليا هسه راح أشرح لكم عن الشهادة، ابقوا وياي. إخواني وأصدقائي، نهاية رقم الطير 0-28 اللي أبوه 516 تشيني اللي هسه شوفتكم إياه. منين طالع من كرويف الخارق على الطيرة الجدا مميزة ل48. كرويف ماكو داعي يعني المعرف لا يعرف، يعني ولو هاي هساني كاتب قسم من نتائجه، أول على 3137، أول على 658، ثاني على 11214، ثاني على 22551، والقائمة تطول طبعا، يعني نتائج كلش هواية ما لنا علاقة. المهم هذا كرويف انطبق على 47. وانا واصدقائي هاي طيرة جدا مميزة، لان هي بت 0-27 من ظهره، بت 0-27 على 42 ام 0-30 الجديد، هاي طيرة معروفة. المهم هاي من ناحية الآباء.
احنا ما نحكي على كرويف، ولكن يعني لمحة سريعة، ال 251 الجولدن كيتل ابو كرويف، وامه مثل ما قلت لكم ال 644 هاي الطيرة اللي هي عبارة عن صفرين ثلاثة، طير الاولمبيات، يعني مرجعها فقط حصرا للصفرين ثلاثة. هاي من ناحية الاباء. من ناحية الامهات ال 758 الطيرة اللي هي بت الميراكل مباشر 307 الطيرة المعجزة، مطبوق على اليمن علي 812. هاي طيرة كذلك جدا 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 مميزة. ليش؟ لأن هي ليتل كيتل مطبوق على أمه. الليتل كيتل الطير البطل اللي محصل ناشونال، بته محصلة ناشونال. المهم يعني، والقائمة تطول الليتل كيتل، أغلب الأخوة والأصدقاء يعرفوه، مطبوق على أمه اللي هي ال 250 بالتلكتل على نيو جولدن ليدي. هاي مثل ما موضح الشهادة مالت هذا الطير. اللي حاب يقتني ما عليه إلا أنه يراسلني، وإن شاء الله راح نكون برسم الخدمة. أخوكم صلاح التميمي.